أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم سيداتي سادتي. من تلفزيون دولة إريتريا نحييكم وإليكم نشرة الأخبار التي بقدمها لحضراتكم أنا عبد الله محمد علي، والبداية كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. إعداد 2.2 مليون شتلة تشجير في الإقليم الجنوبي. سيمينار تنويري عن مراسيم ضرائب الزراعة في منصورة. العواصف المطرية تحدث الأضرار في سرجقة. رئيس الوزراء المجري يلتقي بوتين في موسكو وسط إدانات أوروبية. بوتين والشي يدعوان إلى نظام عالمي عادل. سوناك يعلن استقالته من زعامة حزب المحافظين بعد الهزيمة الانتخابية. إلى التفاصيل. أعلنت سلطة الغابات والحياة البرية في الإقليم الجنوبي إعداد أكثر من 2.2 مليون شتلة في 11 مشتل يتواجد في 10 مديرية لإنجاح برنامج التشجير خريف هذه السنة. وأوضح ممثل السلطة السيد جبري ميكيل برهة إعداد 34 نوعا من الأشجار 7% منها مستوطنة. وذكر بأن عملية زراعة الأشجار ستتم بالشعب وبأفراد قوات الدفاع والطلاب والأفراد. ومن المتوقع تغطية شتول الأشجار حوالي 896 هكتارا من الأراضي المجدبة. وأشار إلى وجود برنامج لشتل 5640 طالب مشارك في الحملة الصيفية التنموية 115,000 شجرة إلى جانب عملهم لبناء المدرجات والحواجز المائية. من جانبهم ذكر مسؤولو المشاتل الجهات المعنية بضرورة الاهتمام بقضية حماية شتول الأشجار. نظم مكتب الضرائب سيمينار تنويري في مديرية منصورة حول ضرائب الزراعة الريفية والمواشي وتنفيذ المراسيم والإعلانات القانونية المتعلقة بها. وأوضح مسؤول مكتب الضرائب في غردة السيد تخليد جبر برهان في السيمينار الذي شارك فيه أصحاب المتاجر وجامعي ودافعي الضرائب وإدارات الضواحي أهمية رفع مستوى الوعي العام، لأن الضرائب هي واجب على كل صاحب دخل، وحث المواطنين لدفع الضرائب في الوقت المحدد عن أنشطتهم التجارية والزراعية والحيوانية. وقال أن عدم التعرف بالدخل ولمساحة الأراضي الزراعية والماشية التي تمتلكها بشكل صحيح وعدم دفع الضرائب في الوقت المحدد يؤدي إلى المساءلة القانونية. وأوضح مدير مديرية منصورة السيد تادس تخلق قرقيش أنه على الرغم من معرفة أغلب المجتمع بأهمية الضرائب، فإنه توجد ظاهرة عدم التعريف بالدخل ومساحة الأراضي المستخدمة والمواشي المملوكة، داعيا لتنفيذ مراسيم وإعلانات وزارة المالية. من جانبهم حث المشاركون على الحد من الأنشطة التجارية دون تراخيص قانونية. نظمت الجمعية الوطنية للإعاقة الذهنية وتخلف النمو سيمينارا تنويريا بشأن المعاقين ذهنيا وأنشطة الجمعية. وأوضح أعضاء الهيئة التنفيذية للجمعية أن أهداف الجمعية تشمل العمل على رفع مستوى الوعي العام وحماية حقوق ذوي الإعاقات الذهنية وتخلف النمو وخلق الفرص لتحسين حياتهم المعيشية وتقديم الخدمات التي تراعي احتياجاتهم. وذكر بأن الجمعية تضم أكثر من 5,000 عضو على مستوى البلاد، ووجود 12 مدرسة في الإقليم الأوسط و5 مدارس في الإقليم الجنوبي و3 مدارس في إقليم عنسبة، وواحدة في كل من إقليمي القاش بركة وجنوب البحر الأحمر. وأشار إلى أن رفع مصدر دخل أسر المعاقين من الاهتمامات الرئيسية للجمعية. وقالت رئيسة الجمعية السيدة بيرالم يعبيو أن رفع الوعي المجتمعي سيساعد على انتشال أعضاء الجمعية من الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية التي سببها الانعزال. أحدثت الأمطار المصحوبة بالعواصف التي هطلت يوم 4 من يوليو في ضاحية زاقر بمديرية سرجاقة الأضرار بالمنازل والأشجار والممتلكات. وذكر مدير ضاحية زاقر القسطس فاسل خوب أن العواصف المطرية التي هطلت لساعة ونصف دمرت 12 منزلا وممتلكات تقدر
ب 750 ألف نخفة. ودعم مدير مديرية سرجاغ السيد كفلة مريم قبر مسكل لتعاون الشعب لصيانة المنازل المدمرة والإسراع في ترميم مكتب هيئة الكهرباء. استشهد في 2 يوليو المناضل المحاري قرمايز ميكائيل عن عمر ناهز 68 عاما جراء مرض ألم به. التحق المناضل المحاري بصفوف جبهة التحرير الإريترية عام 1974 وانضم في عام 1983 في الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، وخدم في جهازي الاقتصاد والزراعة والقوات المقاتلة. المناضل محاري متزوج وأب ل6 أبناء، وقد وري جثمانه الثرى في مقبرة الشهداء في مديرية عتك الإيزان ظهيرة يوم 3 يوليو. واستعرب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية عن حزنها لاستشهاد المناضل قرماي محاري، تقدم تعازيها لأسرته ورفاقه. سيداتي سادتي، إلى فاصل ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة موسكو رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، وأبلغه أنه مستعد لمناقشة التفاصيل الدقيقة في مقترحات السلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا رغم تحذيرات أوروبية لأوربان من اللقاء. وقال بوتين قبل بدء الاجتماع أنه مستعد لاستماع موقف رئيس الوزراء المجري بشأن أوكرانيا والحصول على قراءة بشأن مواقف الأوروبيين. وأفاد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن الصراع في أوكرانيا وموضوعات أخرى كانت محور المحادثات بين بوتين وأوربان. وأدان زعماء أوروبيون الزيارة، وقال المستشار الألماني أولاف شولتز للصحفيين أن أوربان لم يخطره مسبقا بشأن خطته لزيارة روسيا، بينما حذر الاتحاد الأوروبي من زيارة موسكو وسط مخاوف بشأن أوكرانيا، فيما قال أوربان أنه سيقوم بمهمة تقصي حقائق ولن يتفاوض نيابة عن الاتحاد الأوروبي. دعا الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ من آسيا الوسطى إلى نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب لمواجهة الأحادية الأمريكية التي ينددان بها. وأكد بوتين خلال جلسة العامة لقمة منظمة شنغهاي للتعاون أن إعلان أستانا يؤكد التزام جميع المشاركين في تشكيل نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب. من جهته شدد الشي على أهمية أن تضع منظمة شنغهاي للتعاون نفسها على الجانب الصحيح من التاريخ إلى جانب العدالة والإنصاف، ورأى أن إعلان أستانا الذي تم توقيعه في عاصمة كازاخستان يلقي الضوء وينوه بالتغييرات المزلزلة التي تحصل على مستوى السياسة والاقتصاد العالميا، وكذلك في ميادين أخرى من العلاقات الدولية. أعلن ريشي سوناك استقالته من زعامة حزب المحافظين، مقدما اعتذاره للرأي العام بعد الهزيمة الانتخابية التي لحقت به في الانتخابات التشريعية البريطانية وعودة العمال إلى الحكم. وقال قبل مغادرته مقر رئاسة الحكومة أنه آسف قبل أن يتوجه للقاء الملك تشارلز لتقديم الاستقالة. وحقق حزب العمال البريطاني انتصارا ساحقا في الانتخابات التشريعية لينهي بذلك 14 عاما متتالية من حكم المحافظين، ويفتح أبواب داونينغ ستريت أمام زعيمه كير ستارمر. وتفتح هذه النتيجة الباب واسعا أمام حزب العمال لتشكيل الحكومة المقبلة، في حين أنها تمثل هزيمة مدوية للمحافظين. ختاما لا يسعنا إلا تذكيركم بأبرز العناوين. إعداد 2.2 مليون شتلة للتشجير في الإقليم الجنوبي. سيمينار تنويري عن مراسيم ضرائب الزراعة في منصورة. العواصف المطرية تحدث الأضرار في سرجاغا. رئيس الوزراء المجري يلتقي بوتين في موسكو وسط إدانات أوروبية. بوتين وشي يدعوان إلى نظام عالمي عادل.
حناك يعلن استقالته من زعامة حزب المحافظين بعد الهزيمة الانتخابية. حتى جديد اللقيا تقبلوا أجمل التحيات وأطيب المنى.